تدخل محافظة بابل مرحلة جديدة بعد إعلانها عاصمة للعراق الصناعية، وهو مشروع يراد له أن يفتح أبواب الاستثمار ويوفر فرص عمل واسعة، لكنه يصطدم بتحديات يراها المواطنون تتعلق بالبنى التحتية والطاقة، فضلا عن المخاوف البيئية. طبعا هي الصناعة ما ممكن أن تقوم يعني لوحدها، يعني لازم لها مكملات، يعني وخاصة التيار الكهربائي. اكو مشكلة، احنا البلد يعاني من أزمة كهرباء ما قبل 2003 ولغاية الآن لم تحل هذا الموضوع، ولذلك يعني يمكن الخسائر اللي قاعد تلحق بالمشاريع هذه مجموعة حلقات متصلة ببعضها. ما ممكن احنا نفرز هسه الصناعة ونقول احنا مدينة صناعية واحنا كهرباء ما عندنا، واكو هذا هسه الموجودة الفوضى، واكو التلوث البيئي، واكو يعني الفوضى اللي موجودة بتسويق البضاعة. مراقبون أشادوا بإنجاز ملف بابل عاصمة للعراق الصناعية، والذي يسهم في أن تكون رافعة اقتصادية للبلاد، كما يعيد التوازن التنموي بين العاصمة بغداد وبقية المحافظات عبر تحريك مختلف القطاعات الاقتصادية في المحافظة. اليوم وعلى بركة الله نشاهد مشاريع عملاقة موجودة في بابل تنتج آلاف الأطنان يوميا في مجال الحديد وفي مجالات أخرى. الحمد لله أنه الحكومة المركزية أعلنت أنه بابل عاصمة العراق الصناعية. هذا الشيء ينطي بابل في مكانة خاصة. جذب المستثمرين للمحافظة راح يكون أكبر في قادم الأيام. الحكومة المحلية باعتقادي عملت بشكل إيجابي كبير بهذا الملف من خلال توفيرها لبيئة استثمارية آمنة. إعلان بابل عاصمة للعراق الصناعية خطوة أولى نحو تنمية اقتصادية طال انتظارها، كما يبني عليها أبناء المحافظة آمالا كبيرة في رؤية مستقبل يعد بفرص عمل تخفف من وطأة البطالة بين شبابها. حسين العوادي، عراق الحدث، بابل.